فاكرين لما السكر كان أزمة وكنا ندخل السوبر ماركت نسأل قبل ما نشتري هو السكر موجود ولا لا؟ أهو النهاردة المشهد اتغير تماما، وسوق السكر في مصر قلب من عجز واستيراد وضغط أسعار لاكتفاء ذاتي وفائض تصدير كمان. التحول ده ما جاش صدفة، ده نتيجة شغل على الأرض قادته الدولة ووقفت وراه وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر بخطة واضحة وتنفيذ حقيقي. القصة بدأت من الدلتا الجديدة، أكبر مشروع تنموي زراعي في تاريخ مصر. لما الدولة قررت إنها تراهن على محصول استراتيجي زي بنجر السكر باختيار أصناف قوية عالية الإنتاجية تستحمل التغيرات المناخية وتطلع سكر بجودة عالية، وزارة الزراعة اشتغلت بعقلية مختلفة: توسع مدروس وتقاوي محسنة، شراكات مع شركات زراعية كبيرة، واستخدام تكنولوجيا حديثة. فكانت النتيجة إنتاجية قياسية للفدان وزيادة كبيرة في المعروض المحلي وتقفيل فجوة الاستيراد واحدة واحدة. الإنجاز الأكبر إن مصر دلوقتي بتغطي احتياجها بالكامل من السكر بحوالي 3.5 مليون طن سنويا، وحققت فائض يقرب من مليون طن. يعني رجعنا نصدر بعد توقف 3 سنين، وده دعم مباشر لصناعة السكر وشغل المصانع، وقلل اعتمادنا على الخارج وحمى السوق من جنون الأسعار العالمية. وده اسمه أمن غذائي حقيقي مش شعارات، ولما التخطيط يقابل تنفيذ النتيجة بتبان في بيت كل مصري.